لسه بنتكلم عن الذكريات. فطبعا يوم 26 يناير حدث أحداث مأساوية. 26 يناير في الساعة الثانية من صباح ذلك اليوم حصل أحداث غريبة، وهو حريق القاهرة. طبعا احنا بنتكلم عن حريق القاهرة، نتكلم عنه الأحداث وأحداث. إن حريق القاهرة كان فيه حاجات كتيرة مأساوية. كان الحريق طبعا في ميدان الأوبرا وفي كازينو الأوبرا، وانتشرت النار في فندق شيبارت ونادي السيارات وبنك باركريز وغيرها من متاجر ومكاتب الشركات ودور السينما والفنادق والبنوك. وكانت يعني لو هنتكلم عن الموضوع فالموضوع الحريق قعدت فترة كبيرة جدا، وطالت أحياء الفجالة والظاهر والقلعة وميدان التحرير وميدان محطة مصر، وسادت فوضى في الوقت ده وأعمال سلب ونهب. طبعا حتى نزول الجيش نزل في الفترة دي للشوارع، يعني ويعني فعاد الهدوء. مجرد ما الجيش نزل فعادت الهدوء واختفت تلك العصابات والسلب والنهب. حافظ الله قواتنا المسلحة وجيشها الباسل.